بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. طبعا كلنا عندنا حسابات على الفيسبوك او اغلبنا عندنا حسابات على الفيسبوك. كتير مننا عندنا اصحاب ما بيبقوش ظراف او بتبقى تعليقاتهم سخيفة، او بنتضايق من كونهم بيعلقوا او بيشوفوا حاجة وعاوزين نتخلص من الموضوع دوت. وفي نفس الوقت مش عارفين نعمل لهم ريموف، منع للاحراج. يعني ممكن يكون زميل في العمل او زميل في الجامعة او حد من قرايبك، بس تعليقاته ما بتكونش مثلا ظريفة، او انت مش عاوز تشوف التعليقات او الصور اللي انت بتقوم بنشرها. وانت مفكر طبعا ان مفيش حل غير الريموف. لكن انا هقدم لكم النهارده كذا طريقة بكون ان احنا نخفي التحديثات دي عنهم من غير ما نعمل لهم اي ريموف من الفيسبوك. وبالمناسبة كمان طرق ان احنا ممكن نخفي كل المنشورات بتاعتهم عننا. يعني مش بس هم ما يشوفوش منشوراتنا، لا احنا كمان ما نشوفش منشوراتهم، وبكده نكون ارتحنا من غير اي احراجات او اننا نعمل ريموف للاصدقاء دول. طريقة بسيطة جدا، ما فيهاش اي مشاكل خالص. هنيجي هنا في الهوم بيج مكان ما بنكتب الستاتوس. طبعا انت بتكون مختارها يا اما بابليك او فريند او الكلام ده كله. احنا بنختار الكاستم، بيفتح لنا على طول الويندو دوت. هنا بيقول لك don't share this with، يعني معنى الكلام ان انت ما تظهرش اي ستاتوس ليا او اي صورة هتتكتب بعد الخطوة دي لاشخاص معينة. هيقول لك this people or list. انت هتكتب مثلا هنا لو صاحبك ده مثلا يعني say ايا كان. يعني انا هختار مثلا هقول هنقول مثلا احمد ده مش هيشوف اي حاجة ليا تاني بعد كده، مش هيشوف اي ستاتوس او اي صور انا بنشرها او اي حاجة بعد ما اعمل سيف. احنا مش هنشوفه بيعمل لنا لايكس او كومنتس او يشوف اي منشور احنا بننشره. وده بيكون موجود عندنا في الفريندز زي ما هو، لكن الجديد ان هو ما بيشوفش اي تحديثات لينا. طيب لو انت مش عاوز تشوف تحديثات شخص معين برضو، ايه ممكن تعمله؟ انا هقدم لكم شرح مكتوب ومدعوم بالصور، بس علشان ما نطولش في الفيديو. ممكن تضغط على الجملة اللي هتظهر لك هنا، هيوديك للينك في 4 طرق مختلفة انت ممكن تختار ما بينهم في انك تعمل كنترول على البوست بتاعتك والصور بتاعتك، مين يشوفها مين ما يشوفهاش. وكنترول انت تشوف بوستات مين وما تشوفش البوست بتاعت مين. ممكن كمان تختار انت تشوف ايه وما تشوفش ايه، يعني عاوز تشوف الصور بس او الستاتوس بس بتوع صحابك. كل ده هقدمه لكم شرح مكتوب ومدعوم بالصور في النوت اللي هيظهر ليكم. اضغطوا عليه هيوديكم اللينك في كل الشروحات دي. ان شاء الله يكون الفيديو ده افادكم وانقذ ناس كتيرة من انها تقع في احراجات بعمل ريموف، وريح كتير منكم برضو، لان انا عارف ان الطريقة دي اعتقد ان كتير قوي هينبسط منها، بحيث ان هو هيبعد نفسه عن حاجات كتير ملهاش لازمة ممكن كان يقع فيها. ان شاء الله اكون افدتكم. ولو الفيديو عجبكم ياريت تعملوا له شير وتعملوا سبسكرايب للقناة في اليوتيوب علشان تتابعوا كل الفيديوهات الجديدة.